السيد عبد الملك الحوثي يعلن تغيير حكومة صنعاء ويوجه النصح الأخير للسعودية في خطاب اليوم. الحوثي: نؤكد التمسك بالشراكة الوطنية وبمفهوم الشورى ووحدة الشعب اليمني، ولا نقبل بالاستبداد وتمزيق نسيجه الاجتماعي. الحوثي: المرحلة الأولى للتغيير الجذري هي بإعادة تشكيل الحكومة لحكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية يتم فيها تصحيح السياسات وأساليب العمل بما يخدم الشعب. الحوثي: أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانه وحصاره، وكذلك الكف عن حرمان شعبنا من ثرواته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها في المرتبات والصحة والتعليم والاحتياجات الخدمية. الحوثي: الاستمرار في الحرب والاحتلال والحصار سيرتد على تحالف العدوان، وعليه الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان. الحوثي: بعد تشكيل حكومة جديدة سنعمل على إصلاح القضاء ورفضه بعلماء على دراية بالأحكام الإسلامية، وسنبقى في مواكبة مستمرة لمتابعة عملية التغيير الجذري حتى إنجاز المرحلة الأولى. الحوثي: البناء الصحيح يحتاج أساسا صحيحا يجمع اليمنيين ولا يدخل في حيز المناطقية والحزبية والعنصرية، ولقد حرصنا على تقديم ما ينصح به الوضع وبنصح صادق وحرص حكيم على شعبنا الذي نسعى لخدمته. الحوثي: الأعداء يسعون لتمزيق النسيج الاجتماعي لشعبنا تحت كل العناوين العنصرية والمذهبية والمناطقية والسياسية، ويسعون لاقتطاع أجزاء من البلاد.